لو نزلت مغناطيس في ماسورة نحاس هتحس إنه بيواجه قوة مقاومة بتؤثر عليه. مع إن النحاس مش مغناطيسي، ده بيحصل عشان المغناطيس بيولد تيار كهربائي في النحاس، وده اسمه التيارات الدوامية. والتيارات الدوامية دي بتعمل مجال مغناطيسي جوه النحاس، وده بيعارض المغناطيس الدائم، كأنها قوة احتكاك غير مرئية ومن غير تلامس بين المغناطيس والنحاس. دلوقتي خطتي إني أستخدم قرص معدني وقرص مليان مغناطيسات متثبتين قريبين جدا من بعض، علشان ممكن أعمل حاجة زي القابض المغناطيسي علشان أستبدل نظام التروس في العجلة. بدأت بقص قرصين على ماكينة CNC بتاعتي، واحد من الألومنيوم وواحد من النحاس. والسبب في كده إني مش متأكد إيه هو أفضل خامة للتطبيق ده. حدسي بيقول إنه النحاس هو الأفضل لأنه موصل أكتر بكتير من الألومنيوم، بس لو سألت جوجل هتلاقيه بيقول إنه الألومنيوم هو الأفضل، ومعاه بحث علمي بيدعم الكلام ده. مع ذلك أغلب عروض التيارات الدوامية بتستخدم مواسير نحاس، بس يمكن ده علشان مواسير النحاس أسهل تلاقيها في محلات السباكة. في فيديو جديد رفعه فيريتاسيوم عن أقوى مغناطيس في العالم، هو رمى شريحة نحاس وألومنيوم في نفس الوقت جوها مجال مغناطيسي قوي، وشريحة الألومنيوم شكلها بتقع أبطأ بكتير، وده بيدل على وجود قوة مقاومة أكبر. علشان كده أنا طبعت المحور ده بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد كجزء من جهاز اختبار، علشان أسمح للأقراص تدور بحرية، وبكده أقدر أركب مجموعة مغناطيسات على الجانبين من القرص من غير ما يحصل أي تلامس. بعد كده أقدر أعلق وزن عن طريق حبل علشان أطبق عزم ثابت على القرص، وده المفروض يوفر طريقة موثوقة لقياس المقاومة اللي بتنتجها المغناطيسات. للمقارنة، ده معدل النزول بالوزن مع وجود المغناطيسات ومن غيرها. السبب إنه الاختبار من غير مغناطيسات لسه أبطأ من السقوط الحر، هو إنه لازم يتغلب على قصور القرص الذاتي. لكن إزاي؟ الألومنيوم بيقارن بالنحاس. النحاس واضح إنه عنده أفضل قوة فرملة، لأن القرص بيدور أبطأ بنسبة 38% عن قرص الألومنيوم، وده منطقي لأن النحاس موصليته الكهربية أعلى بحوالي 54% من الألومنيوم. لكن السبب اللي خلى صفيحة النحاس تقع أسرع في فيديو فيريتاسيوم غالباً هو إن النحاس وزنه أكثر من الألومنيوم بأكثر من 3 مرات. يعني رغم إن القوة المقاومة في المجال المغناطيسي ممكن تكون أقوى شوية، وزن الصفيحة بيأثر على النتيجة. في الحقيقة حتى لو عملت الاختبار من غير مغناطيسات خالص، النحاس حيفوز برضه بسبب القصور الذاتي الإضافي للديسك الأثقل. عشان كده أنا بقيس عدد لفات الديسك في الدقيقة بس في نهاية النزول، لما الديسك يكون خلص تسارع وبقى بيلف بسرعة ثابتة. وواضح إنه بالخامات اللي عندي النحاس هو الفائز أكيد، على الأقل من ناحية أداء الفرامل. بس لما يكون أغلى تقريباً 6 مرات وأثقل 3 مرات، يمكن الألومنيوم يكون أحسن في استخدامات تانية. العامل اللي بعد كده اللي لازم نفكر فيه هو اتجاه المغناطيس. في أول اختبار ده كل المغناطيسات متثبتة وأقطابها في نفس الاتجاه، يعني الوجه الشمالي بيبص للكاميرا. بس إيه اللي هيحصل لو قلبت مجموعة من المغناطيسات ويبقى عندنا ترتيب شمال جنوب شمال؟ ده بيبطئ القرص أكتر كمان، لأن التيارات الدوامية اللي في قرص النحاس بتتكون بسبب التغير في المجال المغناطيسي، فلو المجال المغناطيسي بيتغير مع المغناطيسات المقلوبة، ده بيولد تيارات دوامية أقوى في النحاس، وبالتالي مقاومة أكتر. بعد كده حبيت أجرب المغناطيسات المكعبة الصغيرة دي عشان أقدر أرصهم متقاربين أكتر حوالين محيط القرص، والمغناطيسات دي بتنتج مقاومة كبيرة جداً، لدرجة إني شايف إننا محتاجين نزود الوزن. كمان جربت المغناطيسات المكعبة في ترتيب رقعة الشطرنج، بس ده كان أداؤه أسوأ، بما إني كنت بستخدم مغناطيسات كانت عندي من مشاريع قديمة. محتاج ألاقي مغناطيسات جديدة للتجربة دي. أفضل خيار قدرت ألاقيه على الإنترنت كان المغناطيسات المكعبة اللي مقاسها 10 ملم، واللي المفروض تكون أقوى من المغناطيسات اللي كانت 8 ملم، فطلبت منهم 200 وحدة. بس لما ركبتهم على جهاز الاختبار أداؤهم كان شبه المغناطيسات الأصغر تقريباً، مع أنه حجمهم أكبر بنسبة 200%. وده خلاني أفكر إن جودة المغناطيسات دي ممكن تكون بتأثر على نتائج الاختبار. بعد بحث سريع على جوجل لقيت إن فيه درجات كتير من مغناطيس النيوديميوم، ويبدو إن النوع اللي عندي من الدرجات الأقل جودة. فدورت شوية علشان ألاقي بائع موثوق بيبيع مغناطيسات بدرجة N52
واللي باين إنها الأقوى. كان سعرهم ضعف الثمن، بس واضح ليه. لما ركبت المغناطيسات الرخيصة على ملزمة الورشة بتاعتي قدرت أعلق وزن 1.2 كيلوغرام تحتها، لكن مع مغناطيس N52 قدر يشيل حوالي 2.5 الوزن ده. بعد كده طبعت حامل للمغناطيسات الجديدة دي، وزي ما انت شايف بيعملوا مقاومة كبيرة لدرجة إن القرص بالكاد بيتحرك. دلوقتي احنا عرفنا إن الجمع بين المغناطيسات عالية الجودة والقرص النحاس ده بيطلع قوة مقاومة عالية جدا. إزاي هنركب ده على العجلة؟ خطتي الأولانية كانت إني أركب القرص النحاس على أسلاك العجلة الخلفية زي ما ركبت قبل كده بكرات لأنظمة الدفع بالموتور الكهربائي. لكن المشكلة إن الأسلاك مش معمولة علشان تكون نقطة تثبيت دقيقة، فحيبقى صعب جدا أخلي القرص النحاس يلف بشكل مستقيم تماما علشان ما يخبطش في الفتحات الصغيرة بين المغناطيسات. الخيار الثاني الوحيد هو إني أركب كل حاجة على السنة دي اللي في الهب، واللي معمول أصلاً علشان ترس واحد بس. يعني لازم نركب قرص نحاس وقرص مليان مغناطيسات وترس في السنة اللي عرضها 12.5 ميلي بس، وكمان فيها قطرين مختلفين واتجاهين للسنة، وأكبر واحد فيهم شكله سن إمبريالي قياسي للعجل، قطره 1.37 بوصة وفيه 24 سنة في البوصة. وده طبعاً بيصعب الموضوع شوية لأني مش هقدر أعمل السنة دي بالضبط. بس لحسن الحظ عندنا حل، لأن فورم لابز بعتولي طابعتهم فورم 3 بلس وشوية من الريزن ريجيد 4K بتاعهم. الطابعة 3DD بتشتغل عن طريق تصلب الريزن باستخدام ليزر فوق بنفسجي، وده بيسمح بأجزاء أدق بكتير وإن شاء الله أقوى من باقي طابعات 3D اللي عندي. أول ما الطباعة تخلص لازم يتنظف في كحول إيزوبروبانول قبل ما يدخل مرحلة معالجة نهائية بالأشعة فوق البنفسجية عشان نتأكد إنه الجزء قوي لأقصى درجة ممكنة. بعد كده ببساطة بنشيل الدعامات وبقى عندنا حامل لقرص النحاس وفيه سنون محور العجلة الدقيقة مطبوعة جاهزة. أول ما نركبه على الهب واضح إنه بيعمل حامل مستقيم أكتر بكتير، بس السؤال هنا هل هو قوي كفاية؟ طيب أنا عارف إزاي نقدر نعرف، لأني كمان طبعت الترس الخلفي ده من نفس الريزن عشان أشوف لو هيقدر يتحمل العزم اللي بينتقل من السلسلة من غير ما يتقطع. السنين الرفيعة اللي بتثبته في الهب. والمفاجأة إنه اشتغل كويس جدا لمسافة حوالي ميل من السواقة على أرض مستوية وطلعات بسيطة لحد ما حصل ده شكله مشكلة كبيرة للمشروع، بس في نفس الوقت اداني شوية معلومات مفيدة. زي ما احنا شايفين في الفيديو الشروخ بدأت من سنون الترس وتحركت لجوه ناحية الهب، وده بيوضح إن الهب مش هو نقطة الضعف، لكن تصميم الترس نفسه هو المشكلة، لأنه ما ينفعش يكون سمكه أكتر من 3 ميلي ويشتغل مع السلسلة. فالخطوة الجاية هي إني أقطع قرص نحاس كبير، وده هيكون نص القابض المغناطيسي وهيشغل العجلة الخلفية بشكل مباشر. بعد كده محتاجين عدد كبير من المغناطيسات يتثبتوا على هب بيلف بحرية، والهب ده هيتحرك بالسلسلة. بس يا ترى احنا فعلا محتاجين كام مغناطيس؟ رجعت لجهاز الاختبار واستخدمت الحاوية دي اللي فيها مية علشان أغير الوزن اللي متعلق في المحور، وده بيغير العزم اللي بيطبق على قرص بشكل مباشر. وده وضح إن سرعة دوران القرص بتتناسب طردي مع العزم اللي بيطبق عليه. فلو رسمنا رسم بياني للعزم مقابل عدد لفات القرص في الدقيقة هنلاقي خط مستقيم وجميل. الحاجة اللي بعد كده لازم نختبرها هي إزاي عدد لفات القرص في الدقيقة بيتأثر بعدد المغناطيسات. فكل اختبار كان فيه عدد مختلف من مجموعات المغناطيس، وكل مجموعة فيها 4 مغناطيسات، لأني عندي 2 قدام و2 ورا. والنتيجة دي ما كانتش خطية، يعني زيادة عدد المغناطيسات ما قللتش عدد لفات القرص في الدقيقة بشكل متناسب. بس من أول اختبار إحنا عارفين إن الوزن مرتبط مباشرة بعدد لفات القرص في الدقيقة، فإحنا فعلا نقدر نحسب الوزن المطلوب علشان نوصل ل100 لفة في الدقيقة لكل مجموعة مغناطيسات. ده دلوقتي بيدينا قيمة ثابتة لعدد لفات القرص في الدقيقة مع عزم دوران متغير، وده ممكن نستخدمه علشان نحسب القدرة المبددة. ولو رسمنا رسم بياني للقدرة عند 100 لفة في الدقيقة هنلاقيه خط مستقيم، يعني ده معناه إنه عدد المغناطيسات مرتبط مباشرة بنقل القدرة من خلال الكلتش ومش بعدد لفات القرص في الدقيقة.
بعد كده لقيت آلة حاسبة على الإنترنت بتحسب القدرة المطلوبة لركوب عجلة بسرعة معينة. فلو افترضنا إننا عايزين نركب بسرعة 10 أميال في الساعة، هنحتاج قدرة خارجة حوالي 68 واط. من الاختبارات أنا عارف إنه 5 مجموعات من المغناطيسات ممكن تنتج 7.8 واط عند 100 لفة في الدقيقة. ده معناه إني هحتاج 44 مجموعة من المغناطيسات، وبما إني في 4 مغناطيسات في كل مجموعة، يبقى المجموع 176 مغناطيس. بس في مشكلة، المية لفة في الدقيقة دي هي فرق السرعة بين النحاس والمغناطيسات، واللي عندي سرعة 10 أميال في الساعة. العجلة الخلفية وبالتالي قرص النحاس هيدور بسرعة 135 لفة في الدقيقة. يعني المغناطيسات لازم تدور أسرع ب100 لفة في الدقيقة. عن كده يعني على سرعة 235 لفة في الدقيقة. ده ممكن يبان كتير، بس في الحقيقة من خلال نسبة التروس في العجلة دي أنا محتاج أدوس على البدالات بسرعة حوالي 84 لفة في الدقيقة بس علشان أحافظ على فرق السرعة، وده أكيد ممكن أعمله. بعد كده اكتشفت إن أرخص أشتري المغناطيسات دي في عبوات فيها مية واحدة، فطلبت 200 علشان أبقى في الأمان، وده تقريباً خلص المخزون عندهم. وإن يبقى عندي 200 مغناطيس، يعني فيه 50 مجموعة، وده المفروض يركبوا بشكل مثالي حوالين محيط قرص النحاس. بعد كده ركبت بعض البلي على قطعة متوافقة مع السن الصغير في الهب. بعدين البلي ده ممكن يتركب في الترس الخلفي اللي فيه كمان فتحات لتركيب قرص تاني هيتثبت عليه المغناطيسات، واللي أنا قصيته من شريحة ألومنيوم. أول ما كل حاجة اتركبت على العجلة بقى أسهل أفهم إزاي كل ده هيشتغل. السلسلة بتلف قرص الألومنيوم اللي في الآخر هيشيل 200 مغناطيس، ومش مرتبط بدوران العجلة الخلفية أو قرص النحاس خالص بسبب البيلي. يعني البدالات والعجلة الخلفية بيدوروا بشكل مستقل تماماً عن بعض، والطريقة الوحيدة لتحريك العجلة الخلفية هي عن طريق المغناطيسات اللي بتولد تياراً في قرص النحاس. بعد كده طبعت حامل مغناطيس بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد باستخدام ريزين شفاف على جهاز فورم 3، وطلع شكله حلو جداً. بعد كده المغناطيسات ممكن تتثبت في مكانها بتكوين قطبية معكوسة وتتربط في قرص الألومنيوم بكام مسمار. لما بدور البدالات واضح إن المغناطيسات ليها تأثير على العجلة الخلفية، وده مبشر جداً لأن ده بس 10% من عدد المغناطيسات النهائي. بس في مشكلة بسيطة، السلسلة بتلزق فيهم. عشان نمنع ده من الحدوث لازم نبعد المغناطيسات أكتر عن السلسلة، وده معناه إعادة تصميم وطباعة أجزاء جديدة من الهب عشان نحرك الكلاتش ناحية العجلة، وكمان استخدام قرص ألومنيوم أسمك عشان ما يتنيش تحت ضغط المغناطيسات. وكمان عشان المغناطيسات بتلزق في الأسلاك بتاعت العجلة برضو، اضطريت أربط الأسلاك ببعض بكابلات بلاستيك عشان أبعدهم عن الكلاتش. وده مش الحل المثالي من ناحية القوة، بس ده نموذج أولي. ودلوقتي المغناطيسات بقت تقدر تلف بحرية من غير ما تلزق في السلسلة أو الأسلاك أو هيكل العجلة الحديد. ونقدر نشوف إزاي الكلاتش ده بيسرع العجلة لما البدالات بتلف، وكمان بيطبق قوة فرملة لما البدالات بتقف. كل اللي محتاجين نعمله دلوقتي هو نركب 180 مغناطيس اللي فاضلين عشان نزود نقل العزم من خلال الكلوتش. ولما العجلة الخلفية بتكون مقفولة بيبقى في مقاومة كبيرة جدا على البدالات، بس المغناطيسات لسه بتقدر تلف. ولما البدالات بتكون مقفولة العجلة برضو بتقدر تلف وبتواجه نفس المقاومة من خلال الكلاتش. لكن لما الاتنين يقدروا يلفوا، البدالات بتدور العجلة الخلفية بسهولة، وقوة الفرامل بتوقف العجلة تقريبا في الحال. أظن جه الوقت نجرب الحاجة دي ونشوف إذا كنا فعلا نقدر نتحرك بقوة المغناطيسات. يلا بينا. تمام، هي شغالة نوعا ما. حاسس كأني ماشي على غيار واطي قوي. يلا نشوف إيه اللي هيحصل لو بطلت أبدل. أيوة فعلا حاسس بالمقاومة دي من خلال المغناطيسات. لف ورا. دلوقتي في طلعة، بتعب شوية. لسه قادر أتحرك، مش قادر أزود السرعة دلوقتي. حاول تدوس على البداري أسرع. تمام، يعني هي شغالة.
أظن إني محتاج أضبط شد السلسلة عشان صوتها كأنها بتلزق في المغناطيس، وبعدين بتبدأ تطلع من على الترس، فخلينا نشدها شوية. نظرياً كل ما أسرع في البدال المفروض يطلع عزم أكتر حسب تجاربي اللي فاتت، بس دلوقتي أنا بس بمشي بسرعة النحاس. ولما أبطل أدوس، فعلاً بحس بالمقاومة دي. الإحساس غريب جداً عشان أنا مش مربوط بالعجلة الخلفية بشكل مباشر، فبحس كأني بدور العجلة في الهواء لو ضغطت جامد. صعب جدا أحافظ على سرعة بدال ثابتة مع العجلة الخلفية. تمام، يلا بينا ونقفل البدلات. فهي مش قوية زي الفرامل العادية، بس فعلا بتبطئها شوية. مش بطال، أظن إحنا محتاجين ترسي أكبر قدام علشان نزود نسبة التروس. السبب اللي بيخليها تحس إنها على ترس واطي هو الفرق في عدد لفات الدقيقة بين المغناطيسات والنحاس، لأن علشان يولي تيارات دوامية المغناطيسات لازم دايما تتحرك أسرع من النحاس. علشان كده، علشان أوصل لسرعة أعلى لازم أعدل نسبة التروس علشان أخلي المغناطيسات تلف أسرع. فشلت الترس الأصلي اللي فيه 45 سنة وصنعت بنفسي ترس فيه 68 سنة، وده المفروض هيزود النسبة بشكل كبير. وقطره 280 ملم، وده الحد الأقصى للحجم اللي ممكن يركب على هيكل العجلة دي. لحسن الحظ لما بتشتري سلاسل جديدة بتكون أطول شوية من اللي معظم العجل محتاجه، فما احتجتش أوصل سلسلتين ببعض عشان أزود الطول. ده ساعدني جدا وأنا بركب العجلة، لأني قدرت أحافظ على سرعة كويسة جدا وأنا ماشي على أرض مستوية. صعب أشرح بالضبط إحساس القابض المغناطيسي ده، لأنه فريد جدا. لما بكون راكب على أرض مستوية وناعمة وطالما المغناطيسات بتلف أسرع من العجلة، العزم اللي ورا بيتحدد على حسب سرعة بدالك. كمان قوة الفرامل بتكون أقوى بكتير على السرعات العالية بسبب فرق عدد لفات المغناطيسات والنحاس. عشان كده مش مناسب قوي لو عايز توقف العجلة تماماً. بس لو كنت عايز تهدي السرعة شوية أكيد ليه مميزات عن الفرامل التقليدية، لأنه ما فيش احتكاك مباشر وده هيوفر في تآكل تيل الفرامل. وده كان ملخص المميزات الحلوة في النظام ده. فهل أنصحك تبني النظام ده لعجلتك؟ أكيد لأ. بص، لما تيجي تطلع مطالع النظام ده بيعاني جدا. أفضل طريقة أقدر أوصف بيها الموضوع إنه زي ما تكون بتسوق على رملة، كل لفة بدال بتحتاج مجهود كبير وبالكاد بتتحرك لقدام. ممكن يبان إني ماشي على ترس واطي عشان البدالات بتلف أسرع من العجلة، بس عشان الفرق في عدد اللفات في الدقيقة بين المغناطيسات والنحاس كبير جدا، المقاومة كمان بتكون عالية جدا، فأنا بحط قوة كبيرة على البدالات ومش بتحرك من مكاني. وبما إننا بنتكلم عن إني مش بتحرك، أنا كنت مرهق جدا بعد ما طلعت التل السهل ده، ولو بتسأل طاقتي كلها راحت فين؟ لما رجعت البيت طلعت الكاميرا الحرارية بتاعتي، ويا رب يكون ده وضح الصورة أكتر. أيوة، القرص النحاسي سخن بحوالي 20 درجة مئوية، وده باستخدام الساعة الحرارية النوعية للنحاس، وكتلة القرص ده يعني حوالي 8000 جول من الطاقة الضائعة. كنت متأمل إنه يحاكي نوعا ما ناقل حركة متغير باستمرار، بحيث تقدر تدوس البدال بالسرعة اللي تعجبك، والدبرياج يغير عزم الدوران حسب ميل الأرض اللي راكب عليها. بس الطاقة الحرارية الضائعة بتخلي الموضوع أصعب بكتير في الركوب، وعشان كده مش شايف لي أي ميزة عن نقل حركة مباشر بالسلسلة. بس يعني جت لي فكرة وحبيت أجربها، واللي كان ممكن يتحقق بفضل أونشيب، وده برنامج تصميم بمساعدة الكمبيوتر وإدارة بيانات المنتجات للمحترفين والشركات. وفي الحقيقة أونشيب بيستخدموا فورم لابس اللي بيصنعوا طبيعة الراتنج فورم لابس. أونشيب اتعمل فعلا على إيد نفس مؤسسين سوليد ووركس، لأنهم لاحظوا إن فرق الهندسة محتاجة أدوات تطوير منتجات تكون أحدث، فبدأوا من الصفر وعملوا أونشيب. وعلى عكس برامج كاد التانية، أونشيب بيستخدم بنية سحابية أصلية، وده بيسمح بالتعاون في الوقت الحقيقي.
وكمان ممكن تستخدمه على الموبايلات والتابلت وحاجات تانية كتير. وكمان ده معناه مفيش عطل خالص، يعني شغلك عمره ما يروح عليك. هم بيضيفوا مميزات جديدة كل شهر باستمرار، وفي تحديث كبير جاي قريب أنا متحمس له، وهو إضافة كام احترافي أو التصنيع بمساعدة الكمبيوتر. وده هيخلي من السهل جدا إني أطلع جي كود لتشغيل ماكينة راوتر CNC بتاعتي. بشكل عام أونشيب بيسمح لفرق الهندسة والتصميم يشتغلوا بكفاءة أعلى بكتير. فلو أنت أو شركتك حابين تجربوا أونشيب مجانا، ادخلوا على onshape.pro/tomstanton أو شوفوا الرابط في الوصف تحت.